إبداء الرأي أو ما يعرف بالنقد جريمة لا تغتفر. تم على أثرها اعتقال المدعو عمو العراقي بتهمة انتقاد توج الروس. شنو اسمك؟ اسمي حسين. اوهو حسين، طيب. حسين، انت تعرف انت ليش معتقل؟ اي اعرف انا ليش معتقل، اعرف ليش اعتقلوني. زين انت ليش تم اعتقالك؟ اعتقلوني لانه انتقدت يعني. انتقدت. وانتقدت منو؟ انتقدت الحجي اللي يعني انت ممكن شوف فيك الفيديو فعرفت انا منه منتقد بالضبط. ولكن انت تعرف يا حسين انه مصيرك بالسجن حاليا، اما انك تعفن وتقيس بالسجن او انك تقتل. ايه اعرف انه انا هذا مصيري يعني للاسف. طيب بما انك تعرف، انا راح اقول لك شغله يعني. انا ما اقدر اساعدك للاسف، وحتى لو اذا وكلت محامي، المحامي هذا راح يتعرض للتهديد وانت راح يتم قتلك. زين ماكو راشديات رفسات يعني، بوكسات يعني، كلها قتل موجود هنا. ماكو هاي الاشياء صدقني. حاليا ما راح يفيدك شيء غير انك تصبر او تشرد، وماكو شيء غير انك تنقتل او تتعفن بالسجن. هذا اخر كلامي اليوم. لا تخافون، هذا السيناريو ما ممكن انه يصير. السبب شنو يا عم العراقي؟ والسبب وهو انه بالمادة 38 اللي نصها تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب. اولا حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ولكن شنو المشكلة؟ المشكلة انه اكو هواي ناس ما يفرقون بين الانتقاد والحقد، والصراحة اكو هواي، ولهذا خلونا نعرف شنو هو الانتقاد. أنا أعرف معناها. حلو. إي وشنو يعني انتقاد؟ معناها أنك تغلط وتسب على ما مستبت. ما مستبت. فدتك خالتي وعمتي وابن أختي. زين أنت وين قريت هذا الشي؟ شنو أنت ما شفت سلوان مونيتش؟ أنا جاي أسألك عن الانتقاد اللي انت عرفته، التعريف هذا من وين انت جبته؟ قريته من ماموس تيتن. خفخفخ ماموس تيتن. الصراحة ما يفيد، حتى لو إذا شرحت لكم معنى الانتقاد راح نضرب نفس المشكلة، لأنه راح يظل بالمجتمع نفس الاعتقاد إنه الانتقاد هو كراهي. موني انت وين رايد توصل يا حبيبي؟ الصاحب اللي يبوق جداحتك واجر يبوق الباس. شنو هو الانتقاد؟ الانتقاد هو ببساطة إظهار عيوب الشيء أو الموضوع الفلاني اللي أنت تريد تتكلم به. طيب أنت لما تظهر عيوب هذا الشيء، المشكلة يعني راح يبقى بالشخص نفسه اللي هو معتبر هذا الشيء إما معتبره مقدس أو معتبره يعني بدونه يعني حياته تنتهي ذات ست إناف، أو معتبره أصلا هي كل حياته حرفيا قائمة على هذا الشيء اللي أنت راح تنتقده. لهذا السبب أنت لما تجي تحاول وتفهمه تقول له يا حبيبي بس أكو مشكلة بهذا الموضوع، فببساطة يكون اكو بعض الخيارات اللي هي ممكن تكون متوفرة. اما يكون هذا الشخص واعي هذا بسالفة اسمها انتقاد، فيبدي يمين يجاوب على انتقادك او يعني يحاججك على مود يعني يوضح لك يعني انه الغلط هذا صح او انت مثلا ما مفتهم، او انه هو يبدي يسبك يعني يقول لك. فيبدي يستعمل مثل هاي الالفاظ الغبية، يبدي يشم على الرايح والجاي. فصراحة يعني حتى لو اذا تحاول انك تفهم بالناس وات ذا فك از انتقاد، الفهم راح يكون صعب. ليش؟ لانه اصلا يعني متاخرين بهاي السالفه، سالفه الانتقاد متاخرين بيها هواي. ليش؟ لان الناس بعد هي يعني مثلا حبيت فد يوتيوبر معين، اليوتيوبر هذا سوى غلط، راح يطلعون الفانزات مالاته وعبيده همين يعني ممكن يوصلون هم درجه العباده، فراح يطلعون عبيده يقولوا لا يا اخي وكلامه صح وما ادري شنو هاي ولا تحكي عليه وليش هو ما ادري شنو، هو ينزل هيك وهيك ويسوي هيك هيك ويروح هيك وهيك، مع انه غلط واحد كبير ما يرضون ما يقولون انه هو غلط، حتى لو ذا هو كان واضح قدام عيونهم انه هو غلط. لهذا السبب الحرية شبه معدومة من ناحية يعني النقد. وايضا يعني حتى لو اذا انتقدت اي شخصية اي فعل يعني سواء كان من اي جهة او من اي طرف من الاطراف، حتى لو اذا كان طرف مشهور، من الممكن انك تتعرض لتهديدات يعني حتى يهددوك ممكن بعائلتك. ولهذا السبب انا انصح اي احد
إنه هو لمّا ينتقد انتقاده يكون مبهم وانتقاده يكون عميق، يعني ما يوجه الانتقاد مباشرةً للشخص. ليش؟ لأنك بصراحة يعني أنت بمكان يعني لا تُحسد عليه، وما تقدر تنتقده براحتك. انتقده ولكن بشكل مبهم. وشكرًا على المشاهدة. كل جمع فيه نعجلانه جنب السجع جل غنما إذا جادل الراعي رأيا ناطحا بفكره رأسا برأسا رأسا يشربه من الخجل كأسا فزاد الراعي على المتفكر بأسا لا نقدا أمضى عمره حفظا لا فهما مغاليا بوهم لا علم قال مل هادئ وهو يزيد غضبا.